السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذه موعظة الاستعداد لشهر رمضان لهذا العام 46 بعد الأربعمائة والألف من الهجرة. وكانت هذه الموعظة في ليلة الجمعة. فأقول ابتداء: إن رمضان شهر مبارك، وهذا اعتقادنا في شهر رمضان الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. ولذلك ينبغي على كل مؤمن ومؤمنة أن يستعد الاستعداد المناسب لنيل هذه البركة، فإن البركة في رمضان لا ينالها إلا من كان عالما بأدلة هذه البركة حتى يستفيد منها. نعم، قد ينالها المسلم الجاهل وإن كان ليس يعني من العلماء باتباعه لبعض الأحكام التي جاءت في شهر رمضان، وإن كان لا يعلم أدلة هذه الأحكام. نعم، لكن الذي يعلم بلا شك يكون اتباعه أحرى وأقوى، ويزداد بصيرة بهذه البركة. فهذه أول نصيحة أنصح بها نفسي وإخواني، والاستعداد لنيل بركة شهر رمضان حتى تعم البركة على الأمة جميعا، خاصة في هذا الوقت الذي تعاني فيه الأمة من تكالب الأعداء عليها من كل حدب وصوب. فقد تداعت علينا الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استقبل رمضان يبشر أصحابه قائلا: جاءكم رمضان شهر مبارك. نعم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. من الأمور التي يحب كذلك أن ينتبه إليها المسلمون عند استقبال شهر رمضان هي مسألة صيام يوم الشك. وقد عقدت مبحثا في المجموعة الثانية من كتاب أحياء السنن نعم، وإماتة البدع حول الصيام يوم شهر رمضان. هذا والذي أيضا سميته وعنونت له بعنوان آخر، وهو إظهار يسر الدين والحنيفية السمحة في أحكام الصيام يوم شهر رمضان. والمبحث الثالث عقد مبحثا في حكم الصيام يوم الشك، فأذكر منه بعض الفوائد السريعة نظرا لأن الكلمة موجزة. فقد قلت: يوم الشك هو 30 من شعبان، الذي يشك فيه هل هو من شعبان أم من رمضان، واختلف بجواز صومه عن رمضان. فالقول الأول وتحريم ومنع ذلك، والقول الثاني والتفرقة بين يوم الغيم فيصام ويوم الصحو فيفطر. وهي رواية مشهورة عن أحمد. نعم، أما القول الأول هو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد. القول الثالث وجوب صومه، وهذا كما قال ابن عثيمين في الشرح الممتع، هذا المشهور من المذهب عند المتأخرين أي من أصحاب أحمد، حتى قال بعضهم إن نصوص أحمد تدل على الوجوب. نعم، تدل على الوجوب. وقد صنف جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي جزءا بعنوان درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم. نعم، وقد انتصر في هذا الجزء انتصارا كبيرا لهذه الرواية عن أحمد، وهي
القول الثالث أو يمثلها القول الثالث. طيب. القول الرابع الكراهة فقط، نعم، هو قول الحنفية. طيب. والذي رجحته والذي تدل عليه الأدلة هو القول الأول، وتحريم صيام يوم الشك. هذا الذي يظهر من مجموع الأدلة. ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. وذي رواية البخاري. وعند مسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وفي رواية أخرى: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. في رواية رابعة: إلا أن يغم عليكم، فإن غم عليكم فاقدروا له. وكذلك ما جاء من حديث أبي هريرة: فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. وفي رواية: فأكملوا عدة شعبان 30. طيب. وفي حديث أبي هريرة والدليل الثالث: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين. وهذا واضح في النهي، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. طيب. والدليل الرابع عن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه، فأتي بشاة فتنحى بعض القوم فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. طيب. إلى آخر ما جاء في هذا الباب فيما أشرت إليه أو فيما ذكرته في هذا المبحث. وكذلك ما أوردته من آثار موقوفة عن الصحابة تؤكد هذا الحكم من تحريم صيام يوم الشك. منها قول ابن عباس: نعم، أفطروا أيها الصيام لا تواصلوا رمضان شيئا وافصلوا. هذا واضح في النهي كذلك. نعم. طيب. يعني ومن أراد المزيد فليطلع هذا المبحث إن شاء الله مع ما فيه من أدلة وبيان لقوة هذا القول. نعم. طيب. فأقول كذلك بارك الله فيكم، يعني مما يستعد به لشهر رمضان أن يزداد العبد علما بالسنن المتعلقة بشهر رمضان، وأن يحذر من البدع. وهذا الذي نحن يعني قمنا به، يعني تذكرة لأنفسنا ولإخواننا المسلمين في هذا الكتاب إحياء السنن وإماتة البدع في شهر رمضان، في المجموعة الأولى وفي المجموعة الثانية هذه. نعم. فيا عبد الله عليك أن تتحرى السنة وأن تتحرى الإخلاص. هذا الذي به يقبل عملك في رمضان وفي غير رمضان. لكن الأمر في رمضان يعتبر يعني كما يقول موسما للطاعات، وبها يعني يتدرب العبد على إخلاص النية لله وعلى اتباع السنة. فهذه فرصة لك يا عبد الله لا تضيعها، فرصة لك للتوبة والاستغفار في ليالي رمضان، خاصة في ليلة القدر وفي الليلة العشر الأخيرة عامة. فرصة لك كي تجدد إيمانك وكي تصحح معتقدك وكي تخلص لربك وكي تنيب. إلا من أتى الله بقلب سليم. يا عبد الله، هذه تذكرة لي ولك. إن شهر رمضان شهر مبارك، فالتمس هذه البركة، فالتمس هذه البركة في العبادات والطاعات، وليكن همك الآخرة. فإن الدنيا مهما طالت فهي زائلة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وكما قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان،
فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فرمضان شهر القرآن وشهر الصيام. فاحرص يا عبد الله على أن تتلو كتاب الله عز وجل بتدبر وخشوع. الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وأولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. نعم. فإليك يا عبد الله هذه الموعظة لعلها أن تكون عونا لك على الاستعداد لاستقبال هذا الشهر العظيم. وأسأل الله عز وجل أن تكون هذه الموعظة خالصة لوجهه سبحانه، وأن يجعلها سببا في شحذ الهمم لاستقبال شهر رمضان لهذا العام 46 بعد 400,000 من الهجرة. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.